انا واحدة ابوها هانها كتير وزعلها كتير، جعلها كتير، ما بتصدق تلاقي اي حد تحبه وهو يحب. كان نفسي هو يكون سندي. اهلا بيكم، تعالوا نسمع مع بعض صاحبة مشكلة النهارده بعتة وبتقول لنا ايه. انا حبيت واحد، حبيته بقالنا 5 سنين، وحب كل حاجة واحترام وادب ما بيننا انا وهو. بس ال5 سنين دومت عدوا عليه بمشكلة صعبة. يقول لي سيبي شغلك واقعدي. طب احنا حب، انت ما ارتبطتش بيا ولا جيت قدمت لي ولا جيت اتكلمت مع اهلي. انا حبيته وفعلا انا حبيته وعزيته جدا واعتبرته كأب وسند واخ وكل حاجة حلوة في حياتي. بس جه سابني في اليومين دوت، يقول لي اقعدي من الشغل متخرجيش تشتغلي تاني. انا واحدة ابوها هانها كتير وزعلها كتير، جعلها كتير، ما بتصدق تلاقي اي حد تحبه وهو يحب. كان نفسي هو يكون سندي، يكون ظهري، يكون ونسي، يكون ناس، بس مفيش. تعبانة نفسيا ومرهقة وخانقة وعيوط. أنا جت لجلطة وتعبت، السكر جالي والضغط. أنا سن 21 سنة، 21 سنة جالها السكر وضغط. المشاكل العائلية تخلي الواحد ينهار. تيجي انت مشكلتك تخلينا نهار أكتر. أنا حابة إن انتوا تعرضوا الحلقة دي. بلاش أي واحدة تحب واحد لما يجي يتقدم لها يبقى رافع راسها قدام أهلها. بلاش تكلمي، بلاش تمشي مع حد ومش هيجي يخطبك في الآخر. أنا نصحت نفسي كتير وأصحابي نصحوني، بس ما فوقتش الا لما لقيت القلم نازل على وشي. بقول لك خدي عندك بعد اللي انا عملته عشانك وما قصرتش في حقك مره. بالله عليكم ما تعرضوا اسمي في الحلقه، شوفوا لي حل لمشكلتي. انا مش فاهمه اي حاجه في حياتي والله، بس بالله عليكم ما تعرضوش اسمي بس في قلب الحلقه. شكرا. انا ضد فكره ان الراجل يقول لك انا هتجوزك تسيبي الشغل. اصلك يا انا يا الشغل ده هو الكيان بتاعك قبل اي حاجه ثانيه في حياتك وقبل الدنيا. صدقي كلمه بحبك بالتصرفات وبالمعاملات، مش مجرد كلمه بتتقال وبتترمي وبس. انا مش عايزاك تقول بحبك، ولكن اعمل اللي يدل ان انت بتحبني. انا طبعا بضم صوتي لصوتك ان فعلا ما ينفعش ابدا اي بنت تمشي ورا كلام اي شاب او اي راجل يقول لها انا بحبك، او يضحك عليها بكلمتين حلوين والكلام المعسول والتليفونات بتاعت اخر الليل وبتاعت الفجر ونبتدي ننام كده واحنا ودننا سامعه كل كلام حلو. صدقيني ده مش اكتر ابدا من كلام وتضييع للوقت وكلام فارغ، وفي الاخر هو ما بياخدكيش او ما بيرتبطش بيكي او ما بيعبركيش في الاخر وبيرميكي بيروح يشوف واحده تانية ما وافقتش تعمل معاه اللي انت وافقتي بيه. بيبقى حابب ياخد حاجه لسه بالسلوفانه بتاعتها، رغم ان هي ممكن تكون يعني عملت كده برده مع حد غيره. دماغ بجد احنا حابين نغير كل الفكر ده. حابه دماغ الشباب والرجاله تكون متفتحه اكتر وتكون متحضره اكتر من كده، وحابه كمان البنات تكون اوعى من كده. ما تديش قلبك غير فعلا اللي يستاهلك. اهم عنصر في اختيار شريك الحياه ان انا اكون باخد بنت تعرف ربنا، باخد شاب يعرف ربنا. وده كان رايي لحضرتك. من فضلكم بقى لو اي حد حابب يقول لها اي راي او له اي نصيحه يتفضل مشكورا يكتب لها في التعليقات. وارجوكم ما تنسوش لو اي حد عنده اي مشكله ما تترددش ابدا انك تبعتها لنا، لان مشكلتك هنقولها ونعرض تفسيراتها بدون ذكر اسماء او اي تلميحات. كانت معكم امينه الزهري في سرية.